حبس مرتضى منصور مدى الحياة، ومارسيل كولر يحسم صفقة الموسم، واتحاد الكورة ركبه بتخبط على الجيران. حلقة جديدة ومعلومات جديدة مع برنامجكم أسرار وأخبار. بس يا ريت في البداية ما ننساش نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللايكات والإعجابات والمشاركات. ولو حضرتك لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي حالا دوس على زرار الاشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان خاطر يوصلك أخبارنا الحصرية أول بأول. خلونا في البداية نرحب بناقدنا الرياضي الأستاذ سعيد حسنين. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ سعيد. اهلا بيك يا كابتن احمد. نبتدي منين الحكاية يا أستاذ سعيد؟ عندنا اخبار كتيره جدا النهارده يا كابتن احمد. هنتكلم بس في البدايه سريعا مع حضرتك. كولر يريد التعاقد مع موليكا، وده طبعا امر الناس كلها عارفاه. اللاعب دلوقتي هو الخيار رقم 1 للفريق، والاهلي طبعا مع مسؤولي بجكتاش التركي. الطلبات دلوقتي بقت فيها مغالاة جامده جدا يا كابتن احمد، واصبح دلوقتي الموضوع ما بين ان النادي الاهلي يعني خلص مع بشكتاش يعني بخصوص موريكا. اما الخيار الثاني بقى للنادي الاهلي هو اللاعب يمكن اللي احنا عارفينه كلنا، يمكن قلته لحضرتك قبل كده، سوزا. يمكن اللاعب ده برضو لعيب من اللعيبه الكويسين جدا يا كابتن احمد. ده موضوع يمكن النادي الاهلي الطلبات دلوقتي كلها نحو المهاجم، وان كان طبعا محمد شريف يمكن انت عارف ان عمل حاله جميله المباراه الاخيره، لكن كده كولر. ثواني فضل. معظم جمهور النادي الاهلي بيطالب بصفقه سوبر مهاجم من العيار التقيل، وتفاوض الاهلي مع موليكا ده يعني حاجه فرحت كل جماهير النادي الاهلي بالظبط. لكن موضوع بس موليكا يا كابتن احمد، يعني الراجل بيتكلموا هناك في اعاره، والاهلي عايز الراجل بيع وشراء، وهنا الاعاره هتبقى متكلفه على الاهلي 6 شهور $1,400,000. يا كابتن الخطيب قال لو اعاره مع حق الشراء احنا موافقين. هنا بقى هم رافضين، ولسه في يعني الموضوع لسه ما انتهاش جذريا، لكن الامر ممكن جدا النادي الاهلي ياخد اتجاه اخر زي ما قلت لحضرتك كده، وهنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيتم في الموضوع ده، لان موضوع شائك وكل جماهير النادي الاهلي مستنيه الموضوع ده. لكن في اقرب وقت النادي الاهلي هياخد القرار المناسب. طب فيما يخص بقى مرتضى منصور والشتائم اللي شتم بيها كهربا والنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، موقف النادي الاهلي ايه ونوايا النادي الاهلي ايه؟ ما طبعا قلنا لحضرتك قبل كده عزبه مرتضى ما بتنتهيش يا كابتن احمد مع النادي الاهلي. على فكره يمكن كل جماهير النادي الاهلي لما شافت ان مرتضى هيحاول يصعد الامر، الفيديو طبعا اللي كان فيه ظهر كهربا وظهر بيحتفل مع جماهير النادي الاهلي، يعني فيديو عادي جدا، فيديو عادي يا كابتن احمد. لكن الامر دلوقتي يعني ما اسعدش الزمالك، اتغاظوا بقى، زعلوا، اتضايقوا. طب شيكابالا قبل المباراه راح يعني استفز الجماهير، استفز جمهور النادي الاهلي بالظبط. لكن هنا يعني النادي الاهلي سرعان ما اتخذ قرار، وعجبني جدا ان النادي الاهلي خد 3 قرارات ب3 موضوعات ساخنه. النادي الاهلي تقدم صباح اليوم ب3 شكاوي الى اتحاد الكره المصري لكره القدم ورابطه الانديه المحترفه ولجنه الانضباط ضد رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الاعلام المختلفه وقناه ناديه الرسميه بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون، والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه، ووصفه يعني عفوا بالقرد والكلب والصعلوك، وانه قليل الادب وكثيرا من هذه التجاوزات. يعني طيب النادي الاهلي كده اشتكى لاتحاد الكره، هل في شكاوى قانونيه؟ يعني كهربا اتخذ اجراءات قانونيه ضد مرتضى؟ هوضح لحضرتك. طبعا هو بص، شوف يا كابتن احمد، اجمل حاجه حصلت في النادي الاهلي ان صعد الامر. لو ما كانش الاهلي صعد الامر كنا هنقول ليها عقوبه جنائيه الالفاظ اللي اتقالت، ويعني كهربا يقدر ياخد احكام على مرتضى؟ يقدر بكل قوه ياخد عليه هذا الرجل المستفز الغريب والعجيب. الحقيقه احنا مش عارفين نقول ايه على يا ريت الرياضه تتطهر من امثاله. راجل يعني كل القذاره موجوده الحقيقه فيها كابتن احمد. بنعتذر بصراحه يعني للجماهير عن الاسفاف اللي احنا بنسمعه كل شويه من هذا الرجل. يعني الحبس قادم لمرتضى منصور؟ قادم لا محاله. هو كده تحت اعين البلد، خلاص ما بقتش مستحمله
مستحمله اللي زي مرتضى وغير مرتضى، الناس مش مستحمله. احنا عندنا يعني ناس محترمه، قانون طبعا، وقانون محترم مش هيسيب حد يبقى طايح كده في الناس. يعني انا مثلا انا لو في موقف كهرباء لا هزعل جدا ما يتقالش عليا كلب او تحقير يا كابتن، تحقير. ما يصحش ابدا التحقير. يعني هو اخد من مصادر حضرتك اللي يعني المقربه، هو اخد كهرباء اجراءات ضد مرتضى منصور، اجراءات قانونيه لا داعي. ومرتضى منصور الفتره اللي جايه هيشوف مطبات ساخنه جدا. النادي الاهلي هل يستحق الحبس مدى الحياه زي ما الناس بتقول؟ انا وجهه نظري يستحق الحبس تماما، ومحدش يشوفه خالص من الوجود يا كابتن احمد. حقيقي هذا الرجل لابد ان يختفي من الوجود. حقيقه احنا يعني بنشكرك يا كابتن سعيد. انا اللي بشكر حضرتك جدا يا كابتن احمد، وبنشكر مستمعينا، وبنشكر كل يعني حد وكل شخص يعني عمل لايك للفيديو تقديرا لتعبنا، وعمل اشتراك في القناه عشان يتابع كل الاخبار الحصريه. بنشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.